سنك فوق ال30 وعايزة تحافظي على صحتك، فالفيديو ده ليكي. أنا دكتورة يارا وده دايت السعادة. أول حاجة حاولي إنك تنظمي يومك وتنظمي أولوياتك عشان تقللي من الضغط والتوتر، خصوصا لو أنتي بتشتغلي، لأن كل ده هينعكس عليكي بعدين في شكلك وفي بشرتك وفي جسمك. تاني حاجة لازم تدخلي تمارين في يومك مهما كانت سهلة، مهما كانت بسيطة أو قصيرة. لازم تتمرني كل يوم وتتحركي، لأن هو ده اللي هيكون صاحبك بعدين في إن هو يقلل آلام المفاصل أو آلام العظام، وإن هو يحافظ على وزنك والكتلة العضلية اللي بتخسريها تدريجيا مع كبر السن. تالت حاجة لازم تهتمي جدا بشرب المية. لو كنتي طول عمرك ما بتشربيش مية وصحتك حلوة، دلوقتي وقت انك تشربي مية، يلا قومي اشربي مية. رابع حاجة لازم تهتمي جدا بكمية النشويات والحلويات في اكلك، ولو انت عندك شراهة شديدة جدا للحلويات، اعرفي ان هنا في مشكلة كبيرة ولازم تتجهي لاخصائي تغذية او دكتور سكر عشان نشوف هل المشكلة دي ما قبل السكر او مقاومة انسولين ولا لا، عشان صدقيني الموضوع ده لو كبر معاكي هتبقى مشكلة كبيرة جدا. واخيرا لازم تزودي السعادة في يومك بأي شكل كان، بأي هواية أو مهارة أو حاجة كنت بتحبي تعمليها زمان، لأن الفترة اللي جاية كل ما هرمونات الأنوثة بتبدأ تقل تدريجيا، كل ما إحساسك بالاكتئاب والزعل بيبدأ يزيد، وكمان الولادة هتكبر وهتلاقي نفسك مع الوقت لوحدك، فلازم من دلوقتي تبدأي تدوري على حاجات تساعدك.